شبكة المحمول الرابعة. عندي بعض المعلومات انه هيكون في شبكة رابعة، وان الشبكة الرابعة دي بتاعت الشركة المصرية للاتصالات. سؤال مبدئي كده، هل نحن في حاجة الى شبكة رابعة؟ ده سؤال هايل. اولا برضو هبدا ارجع اتكلم على السوق. احنا في السوق بدء ذي بدء غير قابل للتشبع. احنا في سوق وليد، احنا عندنا حوالي 1.5 مليون بني ادم جديد كل سنة، عندنا اكتر من 1,000,000 خريج مدرسة كل سنة، عندنا اكتر من 300,000 خريج جامعة كل سنة، عندنا 500,000 مسكن جديد كل سنة. ارد معلومات مقابل ليها يعني؟ اتفضل. واحنا عندنا كمان 92 مليون مشترك في الهاتف المحمول، عندي كمان 8.6 مليون مستخدم للهاتف الثابت، عندي 31 مليون مستخدم للإنترنت، عندي 12 مليون مستخدم للإنترنت فيا عبر التليفون المحمول. حضرتك عندي 4655 شركة تعمل في هذا المجال، وعندي 214 ألف عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام. ماذا تضيف شركة رابعة؟ حضرتك يعني اذا اذنت لي، قد ترى حضرتك ان اللي حضرتك اثرته دلوقتي هو في حد ذاته سبب يقيني لوجودي كشبكه رابعه، لان حضرتك حددت حجم السوق المتاح وهو حجم مهول. هنا حضرتك لماذا يكتفي حاجه 90 مليون مشترك زي ما سيادتك تفضلت ب3 اختيارات؟ ليه ما يبقاش عندهم 4؟ لماذا يكتفي آلاف الشركات اللي بتشتغل في التكنولوجيا ب3 اختيارات؟ هل الجودة الحالية كافية؟ ألا يجوز أن أنا أكون مبدع وأن أنا أقدم خيار جديد للناس؟ التساؤل بتاع إيه هو الرقم السليم، يعني تساؤل يمكن بعض الخبراء يقدروا يردوا عليه، اللي هم بيبصوا على الاقتصاد والتمركز في السوق وحجم المنافسة اللي موجودة. احنا كمصرية اتصالات الحقيقة عايزين نتخطى كل ده ونركز في العميل بتاعنا. حضرتك سيادتك تفضلت وقلت 8 مليون هم يعني 7.5 أو 8 مليون مسكن. 8 من 18 يعني في 18 واحنا عندنا 8. طب ما في 10 مليون مسكن جديد. وبعدين هنسى كل دوت وهطلب من حضرتك تتذكر رقم واحد: 20 مليون مواطن في ال10 سنين اللي جايه هيتموا 18 سنه. أليس هذا في حد ذاته سوق جديد كافي لان احنا نبدع ونجود ونتنافس ونتناحر؟ انا ببص على شركات الموبايل وبعتبرهم شركائي في التنميه، شركائي في التنميه. بكلنا بنخدم هذا السوق العظيم، هذا الوطن الجليل، علشان نحاول اننا نقرب من العملاء بتوعنا ونقدم لهم خدمه متميزه. ايه اللي يخلينا نكتفي بالنذر القليل من 3 مشغلين؟ انتوا خدتوا رخصه يا دكتور؟ احنا الحقيقه يعني انتوا اصحاب سلطه، اصحاب رخص يعني؟ لا، احنا بقالنا، احنا لو كنا اصحاب رخص ما كناش جنبنا بره السوق لمده 15 سنه. ما انتوا كنتوا السوق اصلا، انتوا الشركه الاولى يعني. وبعدين بيعنا اول شبكه يعني احنا كلنا وتنازلنا عن تاني شبكه يعني ذهبنا الى المصريه للاتصالات اول. تمام. ولكن يعني الظروف حصلت، ويعني انتوا ضحيه يعني. الظروف حصلت. شوف حضرتك برضه هرجع اقول انا تركيزي الوحيد هو الرخصه. خدتوا الرخصه؟ لا لسه. بنتوقع ان احنا ان شاء الله في يعني في شهر 6 او اوائل شهر 7 نحصل على الرخصه. اعتقد ده خبر جديد مش كده؟ لا، ده خبر اعلنته الحكومه المصريه في الجرايد يعني. قالت انه في شهر 6 أو 7 باذن الله. وهتبداوا العمل انتوا بقى امتى كشركه؟ احنا الطموح بتاعنا وهو طموح جريء شويه، ان احنا الحقيقه بنتبارك ب7/7 اللي هو 1 رمضان. ده الطموح بتاعنا. قد يكون اكثر واقعيه ان انا اقول مع العيد اللي هو منتصف اغسطس، بس يعني هتفائل بالبرنامج بتاع حضرتك وهقول ان شاء الله 7/7 او 1 رمضان باذن الله.